كسور مفاصل الفخذ وخصوصا في كبار السن هي مشكلة منتشرة وخطيرة، ممكن تأثر على حركتهم وجودة حياتهم. أعزائي الموجوعين والموجوعات، ممكن وقعة بسيطة لحد عجوز وهو رايح يتوضى تسبب له كسر الفخذ. الوقاية بتبدأ من البيت، تشيلوا أي سجاد ممكن يزحلق، دايما خلي نور البيت كويس، دايما اتأكد من أرضية الحمام قبل ما أخش ما يكونش فيها شوية بلل، الشبشب اللي هو لابسه يبقى ماسك في رجله، أو خلي بالي لو هو بيقوم مرة واحدة ويدوخ. وما ينفعش ننسى قوة العظام، الكالسيوم وفيتامين د مهمين جدا في السن ده. شجعوهم يشربوا لبن، ياكلوا جبنه، ياكلوا زبادي، خضروات ورقيه، وطبعا يتعرضوا للشمس. والزياده في التاكيد ممكن نحتاج نعمل مقياس هشاشه عظام من فتره للتانيه. كبار السن معرضين اكتر من غيرهم للكسور اللي زي دي، لا عشان ممكن يبقوا اكتر عرضه لمرض هشاشه العظام، كمان ممكن يكونوا بياخدوا ادويه كتير بتاثر على توازنهم، كمان ممكن يكون عندهم مشاكل في النظر او في الحركه. ونقطه مهمه جدا جدا جدا، المسن او العجوز عايش لوحده لازم نطمن عليهم دايما وبشكل منتظم. لو حصل معاك ان حد كبير السن تعرفه وقع، ما تتاخرش ان انت تتصل بالاسعاف او توديه لاقرب مستشفى. تدخل الجراحه السريع والعلاج الطبيعي بيرجعوا المرضى لحياتهم الطبيعيه زي قبل الكسر. لو عاوز تعرف اكتر عن امراض العظام تابعني، انا دكتور محمد الجوهري، وده كلام في العظم.